الرسول صلى الله عليه وسلم كيطلع عليه الواحد جاء اوبيرا قال له اقرا. اتق الله برا، الله يهديك خويا، الله يهديك قشيحه، الله يهديني. من استهزأ بالرسول أو بغيره من الرسل فإنه يرتد، إذا كان مسلما فإنه يرتد عن الإسلام ويخرج من الدين، ويجب على ولي الأمر المسلم يجب عليه قتله بالردة ولا يستتاب. الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من الأنبياء يجب قتله حتما ولا يستتاب. نعم. يستهزئ بالدين نفسه هذا كافر. ولما قال بعض المنافقين قالوا ما رأينا مثل قرائنا أكبر الناس بطونا وأجبنه عند اللقاء، فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم لا تعتذروا قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، فحكم عليهم بالكفر لأنهم استهزأوا بهم، والله أعلم بما في قلوبهم. ما استهزأوا بهم كأشخاص ولكن استهزأوا بهم كملتزمين كدين، استهزأوا بالدين، فاستخري من دين الله تبارك وتعالى كفر مخرج من الملة. نعم. إن الاستهزاء بالله أو برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بشيء من شرائع الإسلام وأحكام الدين ردة عن الإسلام وجريمة عظمى ومصيبة كبرى لا تصدر من قلب مؤمن، فوجود هذا الاستهزاء دليل على الكفر وذهاب الإيمان.